السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نديرو مع بعض اكله ولا كراتة كيما بغيتو تسموها بدون لحوم. غير بالخضر، فلفله، الخضر موسميه، فلفله، طماطيس، بصل وبطاطا، وتحضري طبق بزاف بنين واقتصادي. تابعوا معايا الوصفه حتى الاخير باش تشوفوا طريقه التحضير ومكونات الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. تجي بزاف بنينه، تقدروا تحضروها كفكره للغداء ولا للعشاء. انا عارفه باللي زعما كل ربات البيوت تبحر لنا في تقديم الاطباق تاع العشاء ولا الفطور. دائما نبقاو نخمو اش نديرو العشاء اش نديرو الفطور. اذا بسم الله نبداو في الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. عندي حبات تاع الفلفل، شويتهم كما راكم تشوفوا. انا نبغيهم هكا يكونوا مشويين، درتهم فوق النار ديريكت، وشويتهم ما نبغيش نشويهم في الكوشه هكا تجي فيهم بنه شابه. درتهم في ساشي وخليتهم. بعد ما شويتهم رحت قليت كميه من البطاطا، قطعتها مربعات وخليتها تتقلب تجيه. بعد ما عرق هذاك الفلفل تاعي الاخضر في ساشي، بعد ما شويته عفوا درته في ساشي خليته يعرق باش يجيني سهل في التنقيه تاعه. البطاطا تاعي راهي تتقلى والفلفل تاعي خليته في الساشي، ورحت جبت حبه بصل كبيره كيما شفتوا معايا، نقيتها وقطعتها الى مربعات صغيره. وهنا بعد ما قطعت البصل تاعي الى مكعبات صغيره، درت شويه زيت في المقله، حوالي 4 مغارف كبار تاع الزيت، ودرت البصل تاعي يتنقى او عفوا يتقلى على نار هادئه باش ما ينحرقليش، وخليته يدبل. ورحت نقيت الفلفل كما راكم تشوفوا راني نقي الفلفل الاخضر تاعي بلا ما نستعمل الماء. من الاحسن هنا اذا قدرتوا ما تستعملوش الماء ولا يعني نقوه بهذه الطريقه فقط باش ما يسمطلكمش وما تروحش منه هذيك البنه الشابه تاعه تاع النار كي شويناه عليها. اذا كما راكم تشوفوا نقلع على هذيك الزريعه ونقلع هذاك القشر غير بالسكين كما راكم تشوفوا، ونحاول نطفيه مليح. هنا اذا اضطريتوا باش تستعملوا الماء استعملوه، ولكن يعني ما تكثروش بزاف. وبعد ما نقيت الفلفل تاعي كما راكم تشوفوا راني نقطع فيه الى مربعات، وزدت ربيت 3 حبات صغار شويه متوسطين في الحجم تاع طماطم كانوا يكونوا طايبين شويه مليح. وهذاك البصل تاعي راه يتقلى، بعد ما تقلى نضيف عليه هذاك الفلفل مباشره يزيد يتقلى معاه بهذا الشكل. نقلو هذاك الفلفل مع البصل باش يدي هذيك البنه الشابه تاع البصل، ونزيدوا له الطماطم والثوم. هنا ربيت 2 حبات تاع الثوم ولا 2 سنات تاع الثوم كبار، ونضيفوهم على الفلفل والبصل ونخلوهم يتقلاو شويه يدوا بنة بعضهم بعض. ودرت لهم شويه تاع الملح وخليتهم. البطاطا كما قلت لكم راني قليتها. رحت في جهه اخرى درت 3 حبات تاع البيض، 2 مغارف كبار تاع جبن طاري ولا ديروا تاع المثلثات، ودرت نص كاس تاع الحليب او كاس عفوا تاع حليب، وشويه ملح وشويه فلفل اسود. درت البطاطا تاعي في البلا في الاسفل، ومن بعد نزيد طبقه تاع البطاطا. هنا تقدروا ديروا طبقه تاع البطاطا في الاسفل والطبقه تاع الفلفله في الوسط، وتزيدوا طبقه تاع البطاطا من الفوق. انا درت غير طبقتين فقط، بطاطا وفلفله، وزدت عليهم هذاك الخليط اللي درناه تاع البيض والحليب والجبن، وميكسيتهم مليح بالخلاط الكهربائي، ونضيفوهم على الخليط تاعنا او البلا تاعنا من الفوق. نحاولوا ندخلوا هذاك الخليط تاعنا في البلا بهذه الطريقه باش يعني يوصل للاسفل بالملعقه هذه الطريقه. بهذا الشكل، ومن بعد ندخلها للفرن. انا ما نديرلهش الجبن دروك حتى نشوفه نشف. عندي شويه جبن طاري نخليه حتى في الاخير كي نبغي نطفيه، يعني 10 دقائق ولا نشعل عليه غير من الفوق يذوب، ومن بعد نخرجه. خليت البلا تاعي خلوه ضروري ينشف مليح من البيض. كي تشوفوه نشف دخلوا السكين تشوفوه نشف ديروا له هذاك الجبن.
ومن بعد شعلوا ليه غير من الفوق، يزيد يتحمر ويزيد يذوب هذاك الجبن هذا مكان. وتقدموه ضروري تخلوه برك ينشف مليح باش يجيكم بنين، يجي شباب ويجي ما يجيش ناشف بزاف، يجي طري بزاف شباب. هذا بلان نتمنى ان شاء الله تجربوها. هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى تجربوها وتعجبكم وديروها كفكره للعشاء ولا الفطور. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله الفيديو الطبق تاع اليوم يكون عجبكم خياتي وتجربوه، ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.